بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي من جديد مطبخ ولاء للطبخ والحلويات. فاليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الفيديو جد تحت طلب العديد من الأخوات إنهم بغاو يشوفوا طريقة طبخ المناسبات الأفراح أو الأعراس من الألف إلى الياء، يعني بالتفاصيل المملة. فاليوم أنا إن شاء الله جبت لكم فيديو كما كتلاحظوا في الصور، فسلطة أو الشلاضة ديال الجردة فأنا منزلها قبل في القناة الطريقة ديالي. والدجاج اليوم إن شاء الله غادي نقدمه لكم من الالف الى الياء، وهذا اللحم بالقوه كذلك ان شاء الله في فيديو اخر غادي ننزله لكم بطريقه اخرى. فكما كتلاحظوا معايا الان في الصور، فهذا الدجاج عندي هنايا اثنين، العدد 62 دجاجه. فالان بطريقه الغسل ديالو غادي ندوزو. فهنايا عندي الدجاج كما كتلاحظوا، في صحن عندي الملح وعندي الخل قرعه. فهنايا في الطنجره وضعه الماء البارد، فكنوضع ديك القرعه ديال الخل كاملها كنوضعها في الطنجره، وكنوضع كذلك الملح باش غادي نوضعوا فيهم الدجاج ديالنا من نقيوه. فالطريقه ديال التنقيه تاع الدجاج، فكناخذوا الدجاجه كنقطعوا لها الجنحين ديالها من المفصل، يعني من العظم، وكنجيو للعنق كذلك نحيدوا له الجلده ديالو. ولكن الاخوات انتبهوا انه ما يقطعوش الجلده حتى الاخر، فمن غادي يطيب ضروري غادي الجلده تنزل شويه باش ما يبقالهاش هنايا الصدر عريان. كنجيبوا الملح وكنحكوه مزيان يعني باش كيتحيد لنا دوك الزوائد اللي كيكون فيه وداك الشعر، وكذلك الريحه ديال الزفوره. فهذيك اللصقه كتكون عندنا مكتوبه فيها بان حلال. فانا غادي نحكو كامل بالملح، ومن بعد غادي نوضعوه في الخل والملح اللي كنت موجدهم والماء، تنكمل الدجاج ديالي كامل. عاد من بعد ان شاء الله نكملوا الغسل ديالو. فهنا كما كتلاحظوا فهو الدجاج كيترقد في داك الخل والملح والماء. فكصراحه الاخوات تقدر تستعمل هذا الخل، عفوا الليمون اللي بغات، او اللي كيستعمل الزنجبيل او الفرينه. فانا هذه طريقتي في الغسل. فهنا من بعد ما ترقد لنا فكنحيدوه، وكنكونوا موجدين طنجره فيها الماء نقي وبارد، فكنغسلوه كذلك مره اخرى نعاودوا له الغسل ديالو. وبهذه الطريقه ضروري خصها يوقف بهذه الطريقه في الصندوق اولا في شبكه باش كيستقطر مزيان وما يتهرسناش. الاخوات يحاولوا ما يوضعوش وحده فوق وحده باش ما يتهرس لهمش الدجاج ديالهم. وهنا كما كتلاحظوا في هذه الصوره، فهذا هو الشكل ديالو بعد ما غسلناه ونقيناه. وهنا كان المقادير غادي نحتاج ان شاء الله. عندي هنا 3 كيلو ديال البصله اللي كما كتلاحظوا بها مقطعه هكا شكل كبير، يعني ماشي ضروري انها تكون رقيقه. وغادي نحتاج كذلك عندي هنا كيلو ديال الثومه منقيه ماشي مقطعه، يعني غادي نطحن. وعندي الملح على حسب الذوق. عندي كذلك هنا بالنسبه للمغرب فانا استعملت 3 ديال الربطات ديال المعدنوس او 4 على حسب الربطه، لان هنا في اسبانيا فكتكون لنا ربطه كبيره. كذلك عندنا الخرقوم، البزار او الفلفل الاسود، وعندي كذلك الزنجبيل او سكينجبير، والملون الاصفر. الاخت اللي بغات تستعملو ما بغاش تستعملو. فالزيت الزيتون هنا ما كنستعملش انا الزيت اولا شي حاجه ملي كنبغي نشرملو. فهنا في خلاط كهربائي غادي نوضع الثوم والبصل، ونوضع قليل كذلك شويه من المعدنوس، وغادي نوضع قليل من الماء، شويه ديال الماء يعني ماشي كميه كثيره باش يتطحن لي هذا الشيء. الان كما كتلاحظوا فمن بعد ما طحنت جميع القوام اللي كان عندي، فالان كنضيف العطريه. فغادي نضيف هنا 6 ملاعق من الخرقوم. فضروري هنا الاخوات يكثروا شويه ديال الخرقوم هو والزنجبيل كيجي مع الدجاج الجديد. وبالنسبه للبزار فكنوضع 4 ملاعق ونصف. والاخوات يلقاو عفوا داك البزار الابيض من الاحسن الا ما كانش كيستعملوا هذا، وما تكثرش باش الا كان حار تستعمل غير 3 ملاعق. فهذا انا عندي ماشي حار فاستعملت 4 ملاعق ونصف. كذلك الزنجبيل غادي نستعملوا 5 ملاعق طعام طبيعه الحال كبار معمرين. وشحال ما كتزيد الكميه نتاع الدجاج الا كتزاد القوام. هنا عندي الملح على حسب الذوق. بطبيعه الحال الاخت كدير الملح في الاول ومن بعد كتبقى تذوق وتزيد عينها ميزانها. فهنا الدجاج شويه كيبغي الملوحه باش كيجي لذيذ. كذلك الملون الاصفر كما قلت لكم الاخت اللي بغات تستعمل ما بغاش داكشي الاختيار ليها.
فانا هنا هذه هي طريقتي فكنستعملو باش كيعطيني اللون، بالرغم ان الخرقوم هو كذا كيعطي اللون. لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا من بعد ما وضعت جميع العناصر فكنخلطهم مزيان حتى كتجانس لي مع بعضياتها. والان كنشرمل الدجاج، كنوضع الدجاج بالكميه اللي كتهز لي الطنجره باش نشرملو. كنشرملو بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. كان ضروري ندخلها شرموله لداخل وما بين الجلده واللحم باش يشرب ويجي لذيذ، وضروري هاد التشرميلات بات باش يجينا لذيذ. الا كان الصيف فالاخوات يوضعوه في الثلاجه، والا ما كانش الصيف يوضعوه برا ماشي مشكل. حنا عندنا هنا البروده فانا ما وضعتوش في الثلاجه. وهنا الاخوات ضروري في المغرب عندنا كتكون ديك الجلده لتحت ديال الدجاج فيوضعوا فيها. انا هنايا كنعقدو بالخيط. هنا هذه الكبده كذلك من بعد ما تغسلات وضعتها في واحد البانيو بوحدها وشرملات. هنا هذا الدجاج من بعد ما ساليته كامل الان غادي نخليه يبات في الشرموله كما كتلاحظوا. فكنغطيه مزيان ونوضعه في واحد المكان بارد. هنا في الصباح بعد صلاه الفجر يعني مع 5 ديال الصباح فكنوضع الدجاج في الطنجره اللي كان بات فيها ديك الشرموله. بطبيعه الحال ما كنحيدهاش، كنحيد الدجاج غير اللي كيكون عندي الفوق. كنوضع زيت الزيتون، فتقريبا انا عندي يوطرو ديال زيت الزيتون استعملته ما بين 2 ديال الطنجرات. هنا كنوضع الماء الكافي يعني ما كنقليش الدجاج اولا. يعني كما كتلاحظوا في الصوره انه الدجاج ماشي عامر بالماء بزاف. فهنا من بعد ما تبخلي الدجاج المرق ديال الدجاج فكنوضع عليه الحامض مصير اولا في جهه كنقولها اللي مرقد. كنضيفوا كذلك السمن الحار. انا وضعت هنا تشوفوا ما كتلاحظوا من بعد ما طاب الدجاج هانتوما. فموريتكم الطريقه اللي يعني نزل الفيديو كميه قليله يعني باش نعرف الدجاج طاب. فكنقيس له العمق ديالو، فاذا كان طاب صافي يعني كندخل الصبع ديالي فراه طايب الدجاج بلا ما كنقلبو. فهنا كنزولها بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. وضروري نوضعوه في الصندوق وكيكون تحت منه شي ازار او جلد او بلاطو باش ما ينزليش المرق. فضروري ما ينشف الدجاج لان باش من يجي الاخت تقليه ما يبقاش يطير عليها الزيت ويكون ناشف. وكذلك يبرد لان الا كان باقي سخون فالاخت ما تحكمش فيه فغادي يتهرس لها. فانا غادي نكمل بنفس الطريقه كامل الدجاج ديالي وتشوفوا كما الطريقه ديالي كما كملت. فهنا هذا هو الدجاج كما كتلاحظوا من بعد ما كملته كامل فوضعته في الصندوق. والاخوات واحد الملاحظه، الصندوق من يوضع فيه الدجاج فانا كنوضع 5 ديال الحبات يعني على حسب ما يهز لي الصندوق 6 وكندير صندوق اخر اولا شبكه اخرى حتى كيبرد عاد كنضيفوا مع بعضياتكم كما كتلاحظوا وحده فوق من وحده. والان هذه الكبده ديالي اللي باتت بالنسبه للاخوات اللي كيقول لك خصها تسلق فانا ما كنسلقهاش. هانتوما ها هي من بعد ما بات الشرموله هي الدم ديالها كلها خرجاتو. فالان انا غادي نصفي داك الدم ديالها كامل وغادي نرميها في المرق. فما كتجيني لا مره لا والو، كداك الدم ديالها كلها كيمشي في الشرموله فكنرميها. الان غادي نخليها طيب الكبده ديالي. والان كما كتلاحظوا فمن بعد ما طابت الكبده فكنحيدها في واحد الطنجره بوحدها كنضيف عليها شويه ديال المرق ومن بعد ونقطعها. وهذه البصله هنا البصله انا وضعتها في واحد الطنجره ديال الضغط وضعت عليها شويه ديال الملح واحد القليل من الملح خليتها حتى طابت مزيان ما ضفت لها لا ماء لا والو. ومن بعد غادي نطحنها شويه بالخلاط الكهربائي واحد شويه وغادي نضيفها على المرق باش حتى كيعقاد لي المرق. وهنا غادي ندوز لمرحله القلي. من بعد كما كتلاحظوا في الطنجره انا وضعت هنا 5 ديال لتر ديال الزيت فكنخليها تسخن وكنوضع الدجاج. فالاخوات هنا الاختيار الا بغات تستعمل الفران تستعمل الفران، ولكن حنا بالنسبه لي هنا في اسبانيا ما كيكونش عندنا الفران كبير فكيهز يلا 5 ديال الدجاج فكنستعملوا الزيت. واصلا يعني بالنسبه للمناسبات فما كيكونش الفران يساعدك يعني فالدجاج في الزيت كيجي احسن وكيساعدك في الساعه. هنا كما كتلاحظوا فمن بعد ما قليته فكنوضعوا نغطيه مزيان بيزور اولا بشي كاشه باش كيبقى يسخن حتى للتقديم. وهنا هذا هو كما كتلاحظوا في صحن التقديم. هذا هو الشكل ديالو بعد ما قدمناه للضيوف. فنتمنى ان الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم وان شاء الله في الفيديو
القادم ان شاء الله غادي ننزل لكم الطريقه ديال اللحم البرقوق اللي نزلتها، اللي صورتها حتى هي كذلك، وننزل لكم كذلك بعض الصور نتاع الوصفات اللي كنت وجدتهم، يعني الديسير، لي طارت، كلشي اللي كنت وجدته لهاد الجاره ديالي. فنتمنى انه الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، والسلام عليكم.